اليوم الإسلام عند بعض الناس متهم، يعيب البعض على الإسلام ويتهمون بالنقائص ويتهمون بالعيوب، وأنه لم يعد إسلاما ملائما لمستجدات العصر. وطبعا يستشهدون بحال المسلمين السيء للأسف، ما وصل إليه اليوم من تدهور ومن صراعات بل حروب وكوارث. ما ذنب الإسلام؟ ماذا يفعل الإسلام بقوم لا يطبقون منه شيئا إلا ما ندر؟ اللوم ليس على الإسلام. اليوم لو أنتم اشتريتوا جهاز واستعملتوه استعمال سيء، ما استعملتوا الكتالوج اللي معاي يقول كيف تستعملوا، أنتم السبب، ليس الجهاز وليس الكتالوج. الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان وأرسل كتالوج كيف يستعمل هذا الإنسان، فإذا استعمل بغير هذا المنهج فلا تلوموا الإسلام. هل تدهور حال المسلمين إلا عندما تخلوا عن الإسلام؟ الله سبحانه وتعالى حدد لنا المنهج، فإذا ما سرنا عليه فمن الملام؟ القرآن الذي نهجره فيه كل شيء نحتاجه لنتعلم كيف ننجح، ليس فقط في الحياة الدنيا وإنما أيضا في الحياة الآخرة. الفرائض التي فرضها الله سبحانه وتعالى علينا فيها بناء للجسد والروح والعقل، وفيها بناء للإرادة والعزيمة، وفيها ترقيق للقلوب، وفيه هداية للفكر والقناعات. اسماء الله الحسنى نور، الله نور وأسماءه الحسنى نور. الله سبحانه وتعالى بعث هذا النور ليتنزل فينا ليمدنا بكل المهارات التي نحتاجها في حياتنا. هذا النور، الله نور، من أين نتلقى هذا النور؟ من أسمائه الحسنى نتلقاها، ومن كتابه ومن تطبيقات النبي صلى الله عليه وسلم نتلقاها. العلم الذي اتخذه بعض الناس إلها، صاروا أي شيء ما فيه علم هذا يعني خلاص. العلم الذي اتخذه الكثير من الناس إلها، ونحن درسنا العلم، يعني احنا ما قاعد نتكلم والله احنا مشايخ، احنا الدكتوراه في الهندسة في أمريكا. فإذا هذا العلم ما هو إله، نحن نعرف قصوره من داخله. هذا العلم الذي اتخذه الكثيرون ذريعة لإقصاء الدين، يثبت كل يوم ما يعلمنا إياه هذا الدين الحنيف. الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن: سيريكم آياته فتعرفونها. للمستقبل وباستمرار، سيريكم ويريكم ويريكم. فكل مرة نكتشف شيء يثبت ما ذكره القرآن، طبعا بدون ما يفعل بعض إخواننا وأخواتنا الذين دخلوا في إعجاز القرآن فقاموا يلوون أعناق النصوص من أجل أن يثبت أن إعجاز، واللي يركب الأرقام غصب عنها عشان يثبت الإعجاز العددي. أنا ضد هذا، لكن هناك أشياء واضحة يثبتها العلم وتحدث عنها القرآن. العلم يساعدنا على كشف المزيد من أسرار القرآن.